برغم ان ابل دلعتنا في تحديث iOS 18 الا اننا كنا حاجه في بعض التحسينات في ابلكيشنز معينه وشويه اضافات كده لذيذه كانت هتخلينا نقول ان تحديث iOS 18 ده تحديث متكامل. واولهم تحسين وضع توفير الطاقه اللي هو الباور سيفنج. ليه ما حسنش من الوضع ده؟ الوضع ده مهم جدا. وليه كمان ما ضيفش للوضع ده امكانيات ان انا اعمل له حاجات مخصصه ليه هو بس؟ يعني وقت ما اشغله الحاجات دي تشتغل. زي اني مثلا لو بستخدم الدارك مود، اول ما اشغل الباور سيفنج الدارك مود يشتغل. ليه؟ لان انا اصلا اوريدي بستخدم الباور سيفنج فمحتاج الدارك مود. او مثلا ان انا اوقف اشعارات معينه بس اسمح لها هي اللي تجيلي عشان توفر برضو من الطاقه. او كمان ان اول ما اشغل الخاصيه دي ان انا اقدر الباك جراوند تتغير مثلا لوحدها تبقى سودة مثلا عشان توفر الطاقه اكتر والبرايتنس يبقى قليل. يعني تقدر تكستمايز الفيتشرز دي لحاجات كتير انت تحددها بس اول ما الخاصيه دي تقدر تشغلها. ان انت مش هتشغلها لما تكون عايز توفر في البطاريه. مجرد ما اقفل الباور سيفنج خلاص كل حاجه ترجع لطبيعتها. وده سبب ان ما زالت الناس لسه بتشتكي من بطاريه الايفون. ومعروف ان الايفون هو بطاريته الاوحش بسبب امكانيات النظام الكبيره اللي بتستهلك من البطاريه الا في تليفونات معينه الصراحه. تاني ميزه افتقدناها في iOS 18 او كنا محتاجينها تتضاف ميزه تعدد المستخدمين. يعني ايه ميزه تعدد المستخدمين؟ زي مثلا نتفليكس، زي شاهد، زي واتشت. اما بتيجي تخش على الابلكيشن بيظهر لك كذا يوزر نيم لنفس الاكونت. اعتقد ميزه زي كده تبقى ممتازه على الايباد لان الايباد عائلي شويه من التليفون. يعني يقدر الاب والام والاخوات ان هم يستخدموا الايباد في البيت. يعني اجي افتح الايباد الاقي يوزر نيم باسم محمد، نور، وفاء، ابراهيم، معتز، واجي اخش على الاكونت بتاعي الاقي كل الابلكيشنز بتاعتي موجوده، كل الخلفيات الاساسيه موجوده، كل الاعدادات بتاعتي موجوده. ومجرد ما اخرج من اليوزر نيم ده واخش على يوزر نيم تاني الاقي خلاص ان الايباد اتحول بقى اليوزر نيم تاني وما بقاش بتاعي. واكيد كل يوزر نيم لازم يتفتح في فيس اي دي مخصص للشخص ده. تالت حاجه وهي اداره الاشعارات. ليه ما تخليش الاشعارات في الشاشه الرئيسيه او في اللوك سكرين تظهر لي على حسب اولويه استخدامي انا للاب؟ دي ميزة ابل اعلنت عنها في iOS 18 بس عن طريق الابل انتليجنس او الذكاء الاصطناعي في الايفون 15 برو والبرو ماكس. بس اعتقد ميزة زي كده مش محتاجة ذكاء اصطناعي لان انا اوريدي عندي ويدجت في التليفون او عندي حاجة في السيتنج بخش عليها بشوف الابلكيشنز اللي انا استخدمتها لفترة معينة. الواتساب استخدمته لمدة ساعة، الفيسبوك استخدمته لمدة ساعتين على مدار اليوم. ليه ما تضيفليش ميزة ان انا احدد ان النوتيفيكيشن او الاشعارات تجيلي على حسب اولوية استخدامي؟ دي حاجة مش محتاجة ذكاء اصطناعي اعتقد. رابع حاجة هو ابلكيشن المابس بتاع الايفون. الابلكيشن او التطبيق ده برغم ان ابل كل سنة بتنزل له تحديثات بس تحس ان الابلكيشن ده غريب. غلط. تحس ان جوجل مابس فارق عنه بمراحل. منافسة معاه شبه محسومة لجوجل مابس. انا عن نفسي بستخدم جوجل مابس ما بجيش جنب الاد بتاع الايفون بتاع الخرايط ده بصراحة خالص. كمان لما بييجوا يضيفوا في ميزة يضيفوا لك الميزة دي في امريكا في دول معينة بتحس ان انت مظلوم يا عيني وانت لا الابلكيشن ده مش ليك. زي ما جوجل مابس عامله خلاص انت بتروح امريكا هو نفس الابلكيشن زي هو في الوطن العربي نفس الاعدادات والخصائص اللي موجوده هنا هي نفس الاعدادات والخصائص اللي موجوده هنا. خامس حاجه تطبيق اداره الملفات الفايلز. الابلكيشن اللي تحس ان هو مكركب برغم ان ابل عملت له تحديث من كام اي او اس كده بس لسه مكركب. الاب ده بخش اتوه. تحس ان انت دخلت عالم تاني. بعد ما ضافوا لسفاري ميزة انك تقدر تعمل داونلودز فخلاص الاب ده بقى مهم. ليه ما حصلش عليه تغيير في حين ان احنا خدنا تحسينات في iOS 18 على مثلا ابلكيشن الصور واحنا ما كناش محتاجين اصلا تحسينات فيه؟ اب ممتاز ما كانش فيه اي مشاكل، كنت بتقدر توصل للصور بسهوله، الفيفوريتس بسهوله. فليه اغير شكله خالص؟ برغم ان في ناس عملت ريفيوز عن النسخه البيتا بتاع iOS 18 وما عجبهاش نظام تطبيق الصور الجديد ده. سادس حاجه بقى وهو تحسين الاداء للاجهزه القديمه. ليه ما بنشوفش في ابديتس فرعيه انك تقدر تحسن الاداء الاجهزه القديمه قوي بتاعت ابل؟ لان معروف عن اجهزه ابل ان هي بتقعد من 4 ل6 سنين مثلا وبيتقال ان هي ما بتهنكش بس هي في الحقيقه بتهنك. في الحقيقه الموبايل ما بيعدي عليه فتره واستهلاكك بيكون عليه تقيل شويه الموبايل بيهنج. مش دايما بس بيهنج. ليه ما باخدش تحديثات فرعيه للتليفونات دي الا لو دي سياسه من ابل بقى عشان تروح تشتري ايفون جديد؟ دي حاجه تانية. آخر حاجة بقى وهي ميزة في تحسينات الوصول. الاهتمام شوية بذوي الاحتياجات الخاصة. ليه ما بتخليلهمش النصوص تتحول لكلام وتضيف لهم شوية ميزات جديدة كده تساعدهم في استخدام الآيفون؟ الميزات دي كانت هتضيف كتير لايس 18 لو كانت حصلت فيه. كنا هنقول عليه تحديث متكامل
أوي، وده ما يقللش طبعًا إن هو تحديث فعلًا ثوري وفعلًا تحديث حلو. بس دي كانت شوية ميزات كده كنت أنا أتمنى إن هي تحصل في iOS 18. ما تنساش يا صديقي تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. سلام.